بص يا غالي، اول ما بتيجي تقيس بتقيس الحمام والمطبخ. حوائط. تمام. انت عندك اربع جدران. تمام. في الحمام ونفترضنا انها دخلت الباب. تمام. هنا او هنا او يكن. تمام. بتقيس الداير ده كله. تمام. كله بالباب. لو افترضنا ان الداير ده كله مثلا هنا 2 متر ونص، 2 متر ونص، 2 ونص، 2 ونص. تمام. بتجمع 2 متر ونص واتنين ونص واتنين ونص ونص، يبقى كده كام؟ كده 10 متر. يبقى عندك الداير ماشي في الارتفاع. تمام. طيب، الداير لو قلنا كام؟ 10 متر. 10 متر في الارتفاع بقى، اللي هو الارتفاع الدور. ارتفاع الدور بيتراوح من 2.70 ل3 متر حسب الارتفاع اللي عندك. فاحنا ايه؟ الطبيعي بتاعنا 3 متر. يبقى 10 في 3 ب30 متر. ده حسبة داير الحمام والمطبخ. تمام. دي الحوائط. بالنسبة للأرضية، الأرضية مثلا عايز تقيس غرفة، صالة، أيا يكن. تمام. عندك الطول في العرض. الطول ده العرض. تمام. في الطول بتقيسه، وليكن مثلا 3 متر في 4 متر. يبقى 3 في 4 ب12 متر، وبتضيف عليهم متر زيادة. تمام. اللي هو حساب الوزر. يعني نقول 13 متر. عود نفسك لما تيجي تقيس بتزود متر في كل قطعة.